النهارده احنا هنعمل اكله حلوه، بس انا لازم اصارحكم الاول بسر مهم جدا. انا نباتيه مبحبش اكل لحوم واستحاله اكل فراخ، بس دي بقى الاكله الوحيده اللي انا ممكن اتنزل فيها عن مبادئي. تعالوا بقى نشوف المكونات وهنعملها ازاي. ملح، زيت، فلفل اسود، روزميري وزعتر وزبده وثوم. والروزميري والزعتر ممكن كمان تستغنوا عنه. نسيت اقول على مكون هو غالبا مش مهم بالنسبه لنا، قطعه اللحمه يا جماعه اسمها بيف بريسك، وده بيكون الجزء اللي موجود عند صدر البقر. المهم انا غسلتها ونشفتها، وهنا بقى بوريكم قد ايه هي طريه جدا. تعالوا بقى نعملها سوا ونشوف قد ايه هي سهله جدا. اول حاجه هنبدا ان احنا نخرمها بالشوك علشان لما نيجي نحط البهارات تدخل جوه انسجه اللحمه بكل سهوله، وده هيخليها متبله من كل جزء وطعمها بقى تحفه. وده بيكون شكلها. وبعد ما بنخلص بنبدا ان احنا بقى نحط عليها زيت. هنبدا ان احنا نحط الزيت على الوش وعلى الظهر، وبعد ما نحطه هندعك بقى اللي احنا حطيناه ده عشان يدخل جوه الانسجه اللي احنا فتحناها. وبعد كده هنحط الملح برضو على الوش وعلى الظهر. حط كميه كويسه من الملح لان هو هيدخل جوه الانسجه اللي احنا فتحناها. وبعد كده هنبدا ان احنا نحط الفلفل الاسود. وبعد ما حطينا زيت وملح وفلفل اسود نبدا ان احنا ندعك البهارات في اللحمه ونعمل لها مساج. نعمل مساج بقى على قد ما نقدر، نحاول ندخل البهارات جوه انسجه اللحمه. احنا ممكن نكتفي بالملح والفلفل الاسود بس وهيبقى طعمها تحفه، بس انا بحب ازود روزميري وزعتر. هنحطهم برضو بنفس طريقه الملح والفلفل، هنوزعهم على الوش والظهر. وهنعمل بقى مساج للحمه. كل ما هنحس ان اللحمه نقصت حاجه هنزودها، يعني مثلا هنحس ان اللحمه شربت الملح هنزود ملح، شربت الفلفل هنزود فلفل، لحد ما بنوصل للشكل ده. مش ممكن تلاقي طريقة للحمة اسهل من الطريقة دي. وبس كده احنا خلصنا. اخر حاجة ان احنا هنحط ورق زبدة على ورق فويل عشان نغلف اللحمة كويس. بس قبل ما نغلفها بنحط معاها قطعة من الزبدة، حط بقى على قد ما تقدر، وحتت من الثوم. وبس كده. دلوقتي احنا هنغلفها زي ما انت عايز، بس اهم حاجة تقفلها كويس علشان هي هتنزل صوص. انا بلفها في ورق زبدة ومن بره بقفل عليها بورق فويل، وبخليه في الاخر شكله عامل زي الطبق. هنا بقى انا خلصت وما شفتش اسهل من دي اكلة ممكن حد يعملها.